السي اي او اكتشف إن سرعة جري مراته كانت أسرع من القطر، وساعتها افتكر إنه بقاله 20 سنة مشلول، لكن بعد ما مراته شكته كذا شوكة قدر يقوم على طول. وقتها بس السي اي او فهم إن البنت دي مش شخصية عادية، وإن جوازهم ده كان صدفة غريبة، لأن في الوقت ده كان السي اي او متشخص بسرطان في مرحلة متقدمة، والدكاترة قالوا له إن عمره مش هيكمل سنة. بعد ما سمع الكلام ده دخل في حالة يأس وبدأ يسيب نفسه، حتى طلب من جدته إنها تبتدي تجهز جنازته. بس المساعد افتكر فجأة إن في عقد جواز بينه وبين عيلة غنية، وإن صحته دلوقتي بقت كويسة جدا، وقال إنهم ممكن يخلوه يتجوز ويخلف بسرعة. لكن السي اي او رفض وقال مش عايز أظلم بنت وأربطها بحد زي الجدة. بقى ما كانش فارق معاها الكلام ده، وبعتت على طول ناس العيلة الغنية علشان يكملوا اتفاق الجواز. الوقت ده الأخت غير الشقيقة سمعت إن السي اي او مريض، فرفضت الجواز تماما. بس علشان أمها ما تزعلش العيلة الكبيرة قررت تخلي بنتها التانية اللي هي البطلة تاخد مكان أختها في الجوازة. البنت في الأول ما كانتش موافقة، لكن أول ما سي اي او قال إن في مهر قيمته 10 مليار دولار البنت وافقت فورا. قالت في نفسها عمري ما شفت الفلوس دي حتى في الأحلام. وبكده تم الجواز بسرعة. بعدها قالت له إنها تقدر تعالجه، بس هو طبعا ما صدقهاش. ولما رجعوا البيت بدأت تفحص حالته، وفجأة طلعت شوية إبر فضة وشكتهم في رجله، وقالت له بثقة استنى شهر وهتقوم تمشي برجلك. في اللحظة دي السي اي او بصلها بنظرة مختلفة تماما، وحس إن البنت دي وراها سر كبير.